عام 2025. معاكم مستر وليد أنديل. احنا ان شاء الله النهارده هنبدا درس الالكينات وخواصها وازاي تفاعلاتها بتتم ان شاء الله. واذا قلنا محدش يقلق، الكيمياء فين؟ منديل مع وليد أنديل. على بركه الله نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خواص الالكينات. الالكينات طبعا ايه تعريفها؟ قلنا هيدروكربونات يعني سي او اتش بس، اليفاتيه، ذات سلسله مفتوحه، غير مشبعه، فيها رابطه مزدوجه. رابطه ايه؟ امثله: الايثين، البروبين، البيوتين، البنتين، الاكسين، اي حاجه فيها اين، حاجه فيها ايه؟ والصيغه العامه لها هي سي ان اتش 2 ان. هي ايه؟ سي ان اتش ايه 2 ان. طيب تعالى كده نشوف الخواص الفيزيائيه للالكينات. قال لك من سي 2 لسي 4 غازات. من كام؟ من سي 2 سي 4 غازات. من كام؟ سي 2 سي 4 غازات. ومن سي 5 لسي 15 بتبقى سوائل. بتبقى ايه؟ ومن سي 15 بقى فما فوق بعد كده مواد صلبه. مواد ايه؟ صلبه. مواد ايه؟ صلبه. طيب من 2 ل 4 غازات يعني اس وبروب وبيوت غازات. يبقى كام غاز؟ 3. كام غاز ايه؟ 3. لا هم 5. ليه بقى؟ ماشي. ايثين غاز، بروبين غاز، لكن سي 4 لها 3 احتمالات. 3 احتمالات. ممكن تبقى 1 بيوتين، 1 بيوتين، وممكن تبقى 2 بيوتين، وممكن تبقى 2 ميثايل بروبين. 5 هم. اي طالب تقول له كام غاز؟ يقول لك 3 بس. لا يا باشا هم 5، لان سي 4 لها 3 ايزومرات. 3 ايه؟ 1 بيوتين تنفع، و2 بيوتين تنفع، و2 او 1 و2 ميثايل بروبين برضه تنفع. اذا هم 5 غازات. 5 ايه؟ تنتمي للالكينات. طيب سي بقى 8 سي 7 مش عارف ايه، دي سوائل. طب اكتر من 15 17 20 30 دي بقى صلب. يبقى ايه؟ صلب. طيب برضو هنا كل ما الكربون بيزيد كل ما الغليان بيزيد. غير بايه؟ بيزيد. يعني مثلا انا عندي 2 سي وعندي 4 سي، ايثين وبيوتين. لا بيوتين اعلى غليان. بنتين وهكسين، لا هكسين اعلى غليان. هكسين وديكين، لا ديكين اعلى غليان. كل الكتله الموليه بتزيد الغليان بيزيد، بس الذوبان في الماء بيقل. بايه؟ بيقل زي الكام بالظبط. اوكي. وترى برضه هي مواد غير قطبيه. غير قطبيه لا تذوب في الماء. لا ايه؟ زي الالكام بالظبط. اوكي. نبدا نحضر اصغر الكين. اصغر مين؟ اصغر الكين بتحضر ازاي؟ الطريقه اسمها نزع الماء. اسمها ايه؟ من الكحول الايثيلي. اسمها ايه؟ نزع الماء من الكحول الايثيلي. تاني ها؟ نزع الماء من الكحول الايثيلي. تاني بنزع ماء من الكحول الايثيلي ازاي يا باشا؟ انا بجيب كحول ايثيلي او ايثانول. رمزه ايه؟ رمزه سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، وسخنه مع حمض الكبريتيك اتش 2 اس او 4 درجه 180 درجه. كام؟ 100 وكام؟ بيبدا ينزع ميه. ينزع ايه؟ يشيل الاتش دي مع الاتش دي. دي لما تتشال مع دي يطلع ايه؟ اتش واتش. هيطلع مين؟ ميه. ويتكون مكانهم رابطه مزدوجه ايثين سي 2 اتش 4 ايثين. صعبه دي. نزعت الميه من الكحول الايثيلي بقى مين؟ ايثين. بقى ايه؟ بس التفاعل ده ما بيتمش كده، بيتم على خطوتين. على ايه؟ ازاي يا ريس؟ ادى الايثانول
مش اصلا ما بتفاعلش بالمنظر ده كده، بتفاعل ازاي؟ هذا الانسان اهو هكتبه كده CH3 CHOH. لما يجي يتفاعل مع حمض الكبريتيك ما بيتفاعلش عند 180. بيتفاعل ازاي؟ بيتفاعل الاول عند درجه 80. درجه ايه؟ ازاي؟ حمض الكبريتيك ده رمزه ايه؟ H2SO4. انا هكتبه HOSO3H. HOSO3H. فاهم الشكل دي؟ مش كده خالص. الاتش دي موجبه ودهيت سالبه. تقوم الاتش دي واخده الاتش دي فيطلع ميه. يطلع ايه؟ وبعد كده دول يلضموا مع بعض، الحته دي تلضم مع دي فيتكون CH3 CH2 OSO3H. المركب ده اسمه ايه؟ اسمه كبريتات ايثايل هيدروجينيه. اسمه ايه؟ كبريتات ايثايل هيدروجينيه. زي مستر كبريتات اهي عشان SO4 وايثايل C2H5 اهي، ودي كلمه هيدروجينيه. اوكي؟ فين بقى فين الايثين يتكون؟ ما كونش ايثين. ابدا جايب ده ومسخنه عند كام درجه؟ يبدا يحصل له حاجه اسمها انحلال حراري. اسمه ايه؟ تتكسر الربط دي تاني تتكسر، واتش اللي كانت هنا مثلا تطلع رخره، تتكسر رخره، تقوم اتش دي واخده دي، لما تاخدها يطلع الحمض زي ما كان اهو H2SO4 ويتكون بين السي والسي دي رابطه مزدوجه. رابطه ايه؟ فيتكون ايثين. شكرا. يبقى التفاعل اللي فوق ده اسمه ايه؟ نزع الماء من الكحول. اسمه ايه؟ يكون ايثين اهو، كحول ايثيلي. ده انا مين؟ ايثين. التفاعل ده ما بيتمش كده اصلا، ده بيتم على خطوتين. على ايه؟ الاول الكحول بيتفاعل مع حمض الكبريتيك عند درجه 80 يكون مركب اسمه ايه؟ كبريتات ايثايل هيدروجينيه. اسمه ايه؟ ولما اسخنها بالحراره تنحل بالحراره وتطلع حمض مره اخرى وايثين. اذا الحمض دخل وخرج زي ما هو. دخل عند كام درجه؟ 80 وخرج عند 100. يبقى دوره بس ينزل على الميه، بس ينزل على ايه؟ الميه. طيب الكلام ده بيتم ازاي بالتجربه بقى؟ بالتجربه. ادي جهاز التحضير، ده الجهاز اللي بيشتغل عليه. بنعمل ايه يا باشا؟ احنا بنجيب هنا كحول ايثيل اهو، نحط عليه حمض كبريتيك مركز. حمض ايه؟ ونسخن لدرجه حراره كم درجه قلنا الاول؟ كم درجه؟ 80. الترمومتر كان يقيس 80. طيب 80 يحصل نقطه عليهم شويه صغيرين اهو، ركز بقى معايا قوي. حمض الكبريتيك هيتفاعل مع كحول مين؟ الايثيلي عن درجه كام؟ درجه كام؟ هقولها كمان مره اهو. ادي الكحول اهو اهو اهو، ده كحول الايثيلي بيتفاعل مع حمض الكبريتيك. هكتبه كده HOSO3H. درجه كام قلنا؟ 80. يبقى عن 80 تتكسر الرابطه دي والرابطه دي ودول ياخدوا بعض فيكون ميه، والاثنين دول يلحموا مع بعض فيتكون CH3 CH2O SO3H. قلنا اسمها كبريتات ايثايل هيدروجينيه. اسمها ايه؟ يبقى انا اكون ايه؟ كبريتات ايه؟ ايثايل هيدروجينيه عند درجه 80. نسخن بقى لحد كام درجه؟ 180. 100 ايه؟ يوم ده سخنه عند 180 درجه تتكسر دي تاني، والاتش اللي هنا تطلع تاخد دي فيكون حمض الكبريتيك مره اخرى، ورابطه مزدوجه هنا فيكون الايثيلين C2H4 ايثيلين. واضح؟ طيب
الخلاصه في الاخر ايه اللي كون هنا في الاخر؟ سيلين وحمض. سيلين ايه؟ اذا جوه الدوره موجود حاجتين، موجود C2H4 وحمض كبريتيك. والحمض دخل وخرج، ده غاز هيطلع من هنا، والحمض ده مركز فله ابخره تطلع من هنا. اذا في الانبوبه دي خارج حاجتين، خارج ايثيلين وبخار حمض الكبريتيك، الاثنين خارجين. بس انا عاوز ايثيلين بس، اعمل ايه؟ احط هنا صودا كاويه، ماده قلويه. ماده ايه؟ هيعدي على الاثنين دول، ده قلوي وده ماده حمضيه، يوم NaOH تمتص حمض الكبريتيك وتتفاعل معاه وتعدي C2H4 لوحده، كانها فلتر كده بيعدي C2H4. اذا ليه بمرر الغازات على صودا كاويه؟ تمتص ابخره حمض الكبريتيك. تاني، تمتص أبخرة حمض الكبريتيك. ليه؟ تمتص ابخره حمض مين؟ كبريتيك، وتعدي مين؟ للسيلين. الإيثيلين مركب شحيح الذوبان في الماء، صعب يدوب في الميه وخفيف، كثافته قليله، يقوم نازل كده اهو، كده اهو، وطالع فوق، ما تنزل لتحت ويتجمع فوق الميه. ده برضه علل الإيثيلين يجمع فوق الماء لانه كثافته ايه؟ اقل وشحيح الذوبان في الماء. ده اللي بيحصل بالظبط. اوكي؟ طيب نيجي بقى على الخواص العامه او الخواص الكيميائيه. ناخد اول تفاعل في الالكينات وهو تفاعل الاحتراق. قاعده عامه ان اي هيدرو كربون يتفاعل مع الاكسجين احتراق تام، يطلع ثاني اكسيد كربون زائد بخار ميه وينطلق طاقه. تعال نطبق الكلام ده على الالكين. مثال، ادي الايثين C2H4 مع O2 هيطلع ثاني اكسيد كربون زائد بخار الميه وينطلق طاقه. نحاول نوزن كده المعادله مع بعض. هنا 2C يبقى هنا في 2C، الاتشات هنا 4 يبقى هنا في 2، الO 2 في 1 ب2 و2 في 2 ب4، 4 و2 6، يبقى هنا 3 اكسجين. ماشي، تعال نجربها مع حد غيره كده، مع واحد اخر خد نفس اللون. نقول مثلا ادي البروبين C3H6 زائد O2، حراره هيطلع ثاني اكسيد كربون زائد بخار ميه زائد طاقه. نوزن هنا كام سي؟ يبقى هنا في 3، اتشات هنا 6، هنا في 3 برضه. الاو بقى هنا كام؟ 3 او زائد هنا 6، اذا 9، يبقى هنا 9 على 2. تعالى كده نستنتج قانون للاحتراق. الرقم ده بص له كويس قوي، هنا كام؟ 2، هتلاقي هنا 2، هتلاقي هنا 2، هتلاقي هنا كام؟ 3. اذا هنا لو دي ان يبقى دي ان، يبقى دي ان. امال دي يا مستر 3 ان على 2 اسمها ايه؟ 3 على 2. يعني ايه؟ دي كام؟ 2 في 3 ب 6 على 2 3. تعالى كده، دي ان يبقى دي ان، يبقى دي ان، اما ده اهي 3 ان على 2. هنطبق مع بعض، دي كام؟ 3، يبقى هنا وهنا 3. اما اللي في النص 3 في 3 على 2. اذا دلوقتي لما اجي احرق اي الكين، الرقم اللي قبل السي CO2 هو عدد الكربون، وفي نفس الوقت هو عدد مولات بخار الميه. اما الاكسجين 3 مضروب في الرقم على كام؟ على 2 على كام؟ طيب لو انت عملت بقى مقارنه سريعه كده بين المعادله دي، حرق الكان وحرق الكين، ونشوف الفرق بينهم كده مع بعض. بص يا باشا، مثال، انا هحرق كده ايثان وهحرق ايثين، وشوف الفرق بينهم كده تعرف بحرق ازاي. طلع معايا كده، ها، ثاني اكسيد كربون بخار ميه طاقه، هنا يطلع
ثاني كربون بخار ميه طاقه. نوزن مع بعض كده لو طبقت القاعده. انا قلت في الالكان بتبقى دي ان، وده اهي ان زائد 1، وده اهي 3 ان زائد 1 على 2. في الالكين قلت ده اهي ان، ودي ان، ودي 3 ان على 2 على طول. هنطبق مع بعض كده بهدوء ونشوف مع بعض. هنا كام؟ 2، يبقى ده اهي 2، ودي 3، ودي 3 في 2 1 على، يبقى دي 7 على 2. نيجي هنا دي كام؟ 2، يبقى دي هنا وهنا، اما دي 3 في 2 على فيها الثلاثه. هاكد لك ان انا صح. دخل كام سي؟ خارج 2 سي. كام اتش؟ 6 اهو 3 في 2 ب 6. دخل هنا كام؟ خارج كام او؟ ادي 3 او و4 يبقوا 7، يبقى 7 على 2 زي ما احنا قلنا. تعالى هنا كده دي كام؟ 2، يبقى 2 و2. طب دي كام؟ 3. جت ازاي؟ 3 في 2 على 2 فيها الثلاثه. داخل بقى في الالكان السي او 2 ان. طب وهنا ان في الالكان ان، في الالكين ان. الميه لو الكان ان زائد 1، لو الكين ان. طب الاكسجين لو الكان 3 ان زائد 1 على 2، لو الكين 3 ان على 2 على طول. اخر مره سي او 2 في الالكان ان، طب في الالكين ان. الميه بخار الميه يعني في الالكان ان زائد 1، في الالكين ان. الاكسجين في الالكان 3 ان زائد 1 على 2، في الالكين 3 ان على 2. واضح؟ ده الفرق بين حركه الالكان وحركه الالكين. تمام. هنكمل بقى ان شاء الله ايه الاضافه بتاع الالكينات.